اتفضل يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكومة الجمهورية مش السويس ظلمة، بتاخد شباب صغيرة من قدام بيوتها وبيعملوا لهم قواضي ظلم بظلم، قواضي بودرة وقواضي مخدرات وقواضي، واللي بدع البلطجة هي الحكومة، واللي خلق الإجرام هي الحكومة. الحكومة ما عندهاش عدل. النظام مبارك كله ونظام حبيب العدل كله مفروض يسقط. طيب بالنسبة وانا اطلب من حكمي وحكم العدل بتاع ربنا الشهداء اللي موتها والناس اللي قاعد مدة 30 سنة تعب وعذاب، ونسوان ماتت من الجوع، ورجالة اتعذبت في قلب السجون وماتت من قلب السجون. اطلب من النائب العام حكم الشن للسيد حسني مبارك. طب بالنسبه لقضيتك يا حاج دلوقتي، بالنسبه لقضيه ابنك، بالنسبه لقضيتك دلوقتي، ايه اللي حصل بالظبط؟ تفاصيل قضيتك قضيه ابني ده شاب عيل صغير مسكوه، عملوا له قضيه بودره. تمام. الكلام ده كان في 2007. في 2007. تمام لغايه تاريخ السعادي. هو اخد كام سنه حكم؟ هو واخد 6 سنين حكم. تمام. 6 سنين. تمام. مد لغايه 3 سنين ونص. تمام. طبعا ما طلع من سجن ابو زعبل ودمره من السجن، ما كانش عاوز يطلع، قالوا له ما كنتش تطلع هنضربك بالنار. تمام. طلع، سمعنا من القوات المسلحه تمام قال لك اللي يسلم نفسه قبل يوم 13 واللي قضى النص هنطلعه. وما حصلش الكلام ده دلوقتي. احنا عاوزين نغير جوانا. وعاوزين يبقى في صدق بيننا وبين الشرطه وبيننا وبين الداخليه، وعاوزين كل حكم. طيب هو دلوقتي الحاله في السجن ايه؟ هو بيتصل بيك من السجن دلوقتي؟ مش بيتصل. انا بسمع ورحت وشفت التقدير وحابسينهم من الزنازل، ما بيطلعهمش فسح، مجوعينهم، مفيش اكل، بيدوهم رغيف وحته جبنه البيضه، وحابسين عليهم، مفيش تهويه، في ناس بتموت. اخدهم، جت مصلحه السجون خدت حاجاتهم بره. مش المفروض انتوا بما انكم انتوا سلمتوهم المفروض هم كده يطلعوا بعد نص المده؟ معامله حلوه طبعا. المفروض يطلعوا بعد نص المده، والكلام ده ما حصلش. كل ده كده هم كدابين. في حالات تعذيب او حاجه جوه السجون بتتم؟ في تعذيب وفي كل حاجه. داخليه ولا قوات مسلحه؟ لا داخليه. في اسماء ضباط او داخليه من من الاداره، من مصلحه السجون. بس بعد اذن حضرتك، ايوه الحكومه دي ما كانتش حكومه، كانت عصابه، فاهم؟ انا ليا زميلي الخطيب فوزي محمد، خدوه عملوا له قضيه مخدرات، بعد ما طلع اتكفل وطلع بعديها اقل من 45 يوم عملوا له قضيه سرقه بنزيمه، ولا في شهود ولا في الناس اللي اتفتشت دي ما تعرفوش عليه ولا فاهم، كانت ظلم في ظلم. المهم اي جريمه تحصل تعالى انت كم واحد كده بينقوهم يعملوا لهم ايه قواضي. طب وبالنسبه لعدد الافراد هنا انتوا كده كام شخص؟ كتير من السويس. دي مرات كامل، مرات فرج كامل، عياله الصغيرين اهم جايين مع عمتهم. تمام. يعني شاب صغير ما تعبش في الدنيا. هو اتحكم عليه 3 سنين قبل كده بانجو برضه ظلم وطلع. يعني شاب عنده 29 سنه ما حسش 3 سنين قبل كده و6 سنين انه لا ياخدهم دول وما طلعوش. كل ده عشان ظلم الضباط التالت دول عياله. بص كده يا بت، بص لعمه، دول اولاده، بص لعمه كلهم مراته وعياله، وانا ابوه وده اخوه وده اخته، كلهم مشتركين في نفس الموضوع ان هو تم تسليمهم وبرضه ما تمش الافراج عنهم بعد نص. تمام لغايه دلوقتي. معانا ورق ومعاكم ورق ان هو سلم نفسه. تمام. يعني كل اللي بيقولوه ده كده، ورق من السجن، كل اللي بيقولوه كده. انا عاوز اللي يوصلني للمحامي العام يا النائب العام يا القناه بتاعت اللي هو الفراعين يا القناه الثانيه بتاعت اللي هو الثاني ده المسيح ده اسمه ايه؟ سويرس. راجل كويس. القناه دي بتجيب الحقيقه.
وبتتكلم من جد. احنا انا عاوز اللي يوصلني ليهم. احنا هنوصلك ليهم، بس احنا محتاجين منكم اللي هي الصور الجوابات الخاصه اللي بتقول ان هو تم تسليم نفسه معانا. علشان خاطر دون يتاخد في القضيه لما معانا المحامي كل يروح ده. يرفع قضيه. تمام، انا الورق كل ده دوت. معانا. تمام. واللي انت عاوزه احنا بنقول احنا عاوزين ننظف البلد. وانا من محافظه السويس وعندي 62 سنه وراجل حاربت، كنت في المقاومه الشعبيه ودخلت الجيش وقعدت 7 سنين قوات مسلحه وعبرت من طريق الانطره غرب للانطره شرق، اعتبر من ابطال اكتوبر. ما خدتش حقي في هذا البلد، وانا ابن السويس والبلد ما جاب القصر ما جابنيش والناس نايمه. انا مواليد الغريب، مواليد الكساره. الميكروفون. تمام يا حاج، ماشي يا حاج، قضيتك صوتك وصل يا حاج. ماشي.